عليك يا خالو. يلا يا بلاش مناهده، بلا خاله بلا ماله. حرام عليك يا يلا خالو. يعلم شكلك. السلام عليكم. حلقة مش مفهومة اتعملت ازاي، لكن مع النادي الأهلي النهاردة فضيحته بقت بجلاجل. خسران 2 أو 3-1 كمان، وأنا بكلمك الجون التالت دخل فيه. النادي الأهلي خسر ب3-1 أهو قدام طلائع الجيش. فرقة مش لازم نقولها فرقة صعبة، لكن هي فرقة حاليا بتنافس على الهبوط مع كابتنهم مع حميد بسيوني، لكن كسبوا الأهلي 3-1، ومش 1-0، لأ دول 3-1 وواحد يمدح واحد. طيب حد يقول لي ما هم دول أهلي فرقة 2005 ومش الفرقة الكبيرة وبتاع، لكن أنا مالي يا عم، حد لك تلعب بيهم؟ ما انت عندك حاجة و30 لاعب في الفرقة التانية، ما تقومش ليه؟ عندك بن شرقي راجل موجود في الفريق، ما كنت تجيب الراجل ده مش موجود في المنتخب. عندك إمام مش موجود في المنتخب، هاته لعبه. هتفضل مريحهم ده كله؟ مش هخليهم يلعبوا ولا ماتش غير لما يرجعوا لما المنتخب يخلص والأجندة الدولية تخلص والتجمع الدولي يخلص. طب إيه، احنا كده مش هنشوف مش هنشوفهم خالص الشهر ده، مش هنشوفهم غير على شهر 12 شهر 4 اللي جاي يوم 12 قدام بيراميدز. ده الأهلي كمان عشان يرجع في كلامه. خلينا واضحين، الأهلي خسر بنتيجة 3-1 عشان عدة نواقص. أولا أنت معاك عمر الساعة، راجل وزنه تقيل وراجل فردة تقيلة في البلد، فهو راجل أصلا خسران، يعني قبل ما يخش الماتش فهو راجل خسران كده كده. تمام. ومعاك لعيبة تانية أصلا مش كويس، مش حلوة اللعيبة، زي معاك مثلا لعيبة الدفاع، معاك ياسر إبراهيم، هو أصلا راجل تعبان خلقة. أنا مش عارف أنت بتلعبه ليه أصلا، يعني راجل زي ياسر إبراهيم ده أنت بتلعبه عشان هو طبعا صاحبك طيب ولا قريبك؟ أنا مش فاهم. تمام. واحد زي علي معلول خلاص راجل بقى راجل كبير في السن. انا لو شفته بعد كده هديله 10 جنيه جيبه، اقول له يا عم اركب اتوبيس 61 وروح. يعني علي معلول ده خلاص بقى راجل كبير في السن، يا عم انت راجل كبير على دماغي وراسي والله كل حاجه، لكن ما مش هتكمل معايا، وانت جددت له 6 شهور من بدايه من شهر 1 اللي فات. تمام. عشان تخليدا على علي معلول والراجل ده لازم يكمل والكلام ده كله، لكن مش هيلعب معانا حاجه، مش ده اللي هيقدم معانا 11/6 مثلا، مش ده اللي هيلعب معانا كاس العالم. لعيبك باك شمال انت كنت عينك على بنتايج عشان يتعوض مكانه يحيى عطية الله. تمام. فالاهلي خسر، المدرب اقرع، انا معرفش مين هو بصراحه. واهم حاجه النهارده كانت في الماتش هو مصطفى مخلوف. الراجل دوت ما بيمدش ايده ليه؟ هو تربية الشناوي ما بيمدش ايده تقريبا. ميشيل يانكون مدربهم محدش يمد ايده لحد، هم فاكرهم شحاتين، فهم بيعلم التلاتة محدش يمد ايده، محدش يمد ايده نهائي. حمزة علاء في ماتش انبي ما مدش ايده ودخل الجول، صد الاولى والتانية جت ما عرفش يمد ايده. الشناوي في ماتش الزمالك حدث ولا حرج على كورتين كده ما تشافوش اصلا دخلوا فيه. ففي الاول وفي الاخر الاهلي خسر، وحد يقول لنا شيء، اقول له يا باشا انا ماليش دعوه، انا يهمني الاهلي يخسر، والاهلي خسر فعلا. اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.